المشاهدون الأكارم، أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تواصل التبرعات لمكافحة مرض كورونا. القاش بركة تبرع التنمية صندوق مكافحة كورونا. العمل لتنفيذ التعليمات الصادرة بشكل شامل في عنسبة. ترامب يعلن أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة تفشي الوباء. مجموعة ال20 تضخ 7 تريليون دولار وتجمد خدمة الدين. بوارج أمريكية تتعرض لمناورات استفزازية من زوارق إيرانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تستمر تبرعات المواطنين في الداخل والمهجر على المستويين الفردي والجماعي تصديا لفيروس كورونا المستجد. وفي هذا الإطار قدم عمال شركة البحر الأحمر للإنشاءات العامة مليون ناقة، والاتحاد الوطني للشباب والطلبة 202,083 ناقة، وصاحب فندق بولونيا 200,000 ناقة، وجمعية الصيادلة 120,000 ناقة، والجمعية الأساسية لعمال مصنع سنبل للحديد والأخشاب 100,000 ناقة، وشقيقتين مبلغ 100,000 ناقة باسم والديهما ظاهر طفا وريشان، ومدرسة رينبو 50,000 ناقة، وهيئة التصليح في وزارة الدفاع 40,000 ناقة، والجمعية العصرية المنتجية الألبان 10,000 ناقة، وجمعية ساترب التعاونية 5,000 ناقة. وقدم سكان مدينة غردات 78,210 ناقة، وفونتانا لتأجير السيارات 20,000 ناقة، ومتاجر الخضر والفاكهة في منطقة عداقلاخا 50,000 ناقة، وطواحين الفلفل الأحمر والبهارات 50,000 ناقة، وجمعية تجار اللحوم 50,000 ناقة، ومؤسسة عدرديل لإنتاج الألبان 10,000 ناقة، ومؤسسة جارجيل لإنتاج الألبان بغرداد 10,000 ناقة، والجمعية التعاونية لأعضاء مكتب المراجع العام 10,000 ناقة، وصاحب فندق الخرطوم 10 ناقة، وهيدرو كونستراكشن 10,000 ناقة، وحلواني قبل تنسيق 10 ناقة، وإنترا مايننج 7,500 ناقة، وفندق قحيتو 5,000 ناقة، ومصنع قبر برهاني ولد منقريوس لأربطة الأحذية 5,000 ناقة. كما تبرع عدد كبير من المواطنين في مدن أسمرة وعسب وعدغيح بحوالي 240,000 ناقة لمكافحة فيروس كورونا. من جهة أخرى قرر المواطنان سامئيل بياني والسيدة جنة أرجاي المقيمان في ستوكهولم السويدية إقامة 4 أسرة في منزلهما بمنطقة السنبل المعروفة بإندا بوند دون دفع إيجار حتى زوال وباء مرض كورونا. قدم الإرثيون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماعات والندوات التي عقدوها عبر وسائل الاتصال مبلغ 1,105,700 دولار خلال أسبوعين في المرحلة الثانية من تبرعاتهم، ليضاف ذلك المبلغ إلى التبرع العاجل والفاعل الذي قدموه من قبل لدعم الجهد الحكومي والشعبي للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا الفتاك. وأكد الإرثيون في الاجتماعات والندوات التي نودي إليها من 16 وحتى 15 من أبريل 2020 في المنطقة الغربية والغرب الأوسط والجنوب والساحل الشرقي وقوفهم إلى جانب حكومتهم وشعبهم والاستعداد التام لمواصلة الدعم حتى زوال مخاطر كورونا وتأثيراته. كما قرر عدد كبير من المشاركين في الندوات بإلغاء مدفوعات إيجارات منازلهم الموجودة في إريتريا لتخفيف من الضغوطات الحياتية على المستأجرين خلال فترة العزل والمرض. وكان الإريتريون في أمريكا قد تبرعوا الأسبوع الماضي مبلغ 2,750,555 دولار لصالح تنمية صندوق التصدي لمرض كورونا. وتبرع الإريتريون في إسرائيل مبلغ 883 ألف شيكل، ما يعادل 252 ألف دولار أمريكي.
وتبرع الإرثيون المقيمون في قطر مبلغ 88,880 ريال، حيث تبرع الاتحاد الوطني للمرأة بمبلغ 21,000 ريال، والجالية بمبلغ 21,900 ريال، و5,000 ريال من أعضاء السفارة والمواطنون المقيمون في قطر بمبلغ حوالي 41,000 ريال. يقوم سكان إقليم القشبركة بتقديم التبرعات لمكافحة مرض كورونا ومساعدة المحتاجين. وقدمت مدينة تسنيم مبلغ 566,850 نقفة، منه 342,850 نقفة لتجار المدينة، و150,000 نقفة لجمعية منتجي الخضر والفاكهة في المديرية، و50,000 نقفة لجمعية الشاحنات، و14,000 نقفة لأصحاب شاحنات الصهاريج، و10,000 نقفة لجمعية شاحنات اللواري. وقدم السكان 12 ضاحية في مديرية هيكوتا وأصحاب بساتين ألبو والتجار بما مجموعه 118,680 نقفة لمكافحة مرض كورونا، إضافة إلى 272 رأس من الماعز لوزارة الصحة. ومواصلة لتبرع أصحاب بساتين مديرية الدقة، قدم سكان حشاكيتو مقرعيب 50,000 نقفة، وسكان ضاحية أفهمبول 40 من الماعز، ولا سيما سكان ضاحية كيرو 40 ماعز، وسكان ضاحية جميل 20 ماعز، وسكان هوا شعيب 30 ماعز، وسكان لوكوتش 30 ماعز، وتقديم مواطن من حشاكيتو مواد النظافة للمحتاجين. وقدم سكان بشوكا بمدينة شامبيكو 50 كنتالا من الذرة وتوزيعها للمحتاجين، فيما أفادت التقارير استمرارية الدعم العيني والمالي. وقدم سكان بلدة توكومبيا بمدينة أعلى القاش 30,000 نقفة و15 كنتال من الذرة للمحتاجين، ومبلغ 50,000 نقفة لصندوق مكافحة كورونا. وتم جمع الدعم من سكان البلدة وجمعية منمي البساتين وتوزيع البيرة في تسني. في إطار تضافر الجهود الجارية للحد من مخالفات التعليمات الصادرة وقاية فيروس كورونا المستجد، يشهد إقليم عنسبة تحسنا ملحوظا في تطبيق تلك التعليمات. وحسب ما أفاد به مراسلو وكالة الأنباء الإرثية الذين تجولوا في 14 و15 من أبريل في مناطق قلب وعتكريزان وعلى برعد، بأن تلك المدن والبلدات والمناطق أظهرت تطورا ملموسا في الحد من المخالفات وتطبيق القيود نتيجة للمعلومات التصحيحية المقدمة عبر وسائل الإعلام المحلية، حيث ظلت تجري توعيات مكثفة عبر مكبرات الصوت والمنشورات في مناطق قلب وفلد أرب وأيبابا وبيلتا لرفع الوعي المجتمعي، وتوقف التنقل إلا لمن يسمح له بالتحرك. في غضون ذلك، أفاد مراسل إرينا اتخاذ قرارات صارمة على مخالفي قاعدة التباعد الاجتماعي، وكذلك على مزودي الأسعار بطريقة غير قانونية ومنطقية. وقد تم تطبيق معظم التعليمات في بلدة عتكيزان وضاحيتي دك أمحري وقول أقول بمدينة عتكيزان، مع وجود بعض الخروقات من فترة لأخرى. وفي بلدة إيدن بمدينة إلى برعد تم معاقبة 19 مقهى وحانة و12 متجرا لانتهاك التعليمات الصادرة. قدم سكان الضاحية الثالثة والخامسة في مدينة كرن دعما عينيا ل 111 من الأسر المحتاجة لتخفيف الضغوطات الاقتصادية والحياة المعيشية للمواطنين الناجمة عن القيود وقاية من فيروس كورونا المستجد. وجمع الشباب الطوعيين في القطاع الخامس بالضاحية الخامسة في إطار المبادرة التي اتخذوها 17,440 نقفة، واشتروا الذرة والسكر وأدوات النظافة التي وزعت ل 51 أسرة محتاجة. وأفاد مراسل إرينا بأن التجار في منطقة جزبان الضاحية الثالثة بمدينة كرن قدموا دعما عينيا تمثل في المواد الاستهلاكية كالسكر والعدس والذرة. وعلم بأن صاحب مخبز تي السيد أخليل تالا ظل يوزع يوميا 6,000 من الخبز في ضواحي المدينة 6. وأوضحت مدير الضاحية السادسة السيدة سنايت أمبافراشا بأن التعاون والتعاضد من سمات الشعب الإريتري المتحضر، مناشدة كافة المواطنين للاقتداء بالعمل النبيل في الفترة العصيبة الحالية. مشاهدينا، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا، متوقعا رفع قيود الإغلاق في بعض الولايات الشهر الحالي. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه سيعلن عن إرشادات جديدة بشأن تخفيف القيود بعد أن يتحدث مع حكام الولايات. وسجلت الولايات المتحدة 637 و716 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وأكثر من 30,826 ألف حالة وفاة. وتعقيبا على سؤال حول سبب وجود هذه النسبة الكبيرة من الوفيات في الولايات المتحدة، اتهم الرئيس الأمريكي بعض الدول بالكذب بشأن حصيلة الضحايا. وقد حددت إدارة ترامب في وقت سابق الأول من مايو كموعد محتمل لإعادة فتح البلاد، لكن الرئيس قال إن بعض الولايات قد تتمكن من العودة إلى حالتها الطبيعية قبل ذلك الموعد. وأظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجل الخميس ارتفاعا ب100 وفاة عن اليوم السابق. وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوصات الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى 100,000. قررت مجموعة ال20 ضخ 7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي وتعليق خدمة الدين اعتبارا من الأول من مايو حتى نهاية العام الجاري في إجراء لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال وزير المالية السعودي أن الدول مجموعة ال20 ضخت أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لحماية الوظائف والشركات والاقتصادات. وأعلن وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة ال20 موافقتهم على تعليق مؤقت لخدمة الدين للدول الأشد فقرا لمساعدتهم على مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك في بيان أصدروه بعد اجتماع افتراضي. وكانت الدول الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة تقدمت بحوافز مالية ضخمة، إنما من دون أن تطرح معا خطة عمل مشتركة في وقت تتصاعد المخاوف في الدول الفقيرة التي تفتقد للمال والرعاية الصحية المناسبة. قامت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ مناورات استفزازية خطرة بالقرب من بوارج أمريكية كانت تسير دوريات في المياه الدولية في الخليج، حسب ما أعلن السلاح البحري الأمريكي. وورد في بيان السلاح البحري أن 11 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري اقتربت مرات عدة وضايقت 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مشتركة للمراقبة البحرية في المياه الدولية في شمال الخليج. وأوضح البيان أن الزوارق الإيرانية مرت مرارا وتكرارا أمام السفن الأمريكية وخلفها، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا وبسرعة عالية. وذلك بحسب البيان، فإن القطعة البحرية الأمريكية أطلقت إنذارات عدة للزوارق الإيرانية لكن الأخيرة لم ترد. وتشهد مياه الخليج بما في ذلك مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان توترات مزمنة. الخبر الأخير في هذه النشرة: بدأت القوات الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا عملية لتبادل السجناء بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس فلوديمير زيلينسكي. وذكر البيان أن أوكرانيا استعادت 19 مواطنا كانوا أسرى لدى الانفصاليين في إقليم الدونباس، ومن المقرر أن يتم إيداعهم على الفور في الحجر الصحي الإلزامي خشية الإصابة بفيروس كورونا الجديد. وتعد هذه الصفقة الثالثة من نوعها في عهد زيلينسكي بعد أول عملية تمت في سبتمبر الماضي وتم خلالها الإفراج عن 35 أوكرانيا، وثانية وقعت في ديسمبر 2019 أطلق خلالها سراح 76 أوكرانيا. يأتي هذا التبادل كجزء من اتفاق تم التوصل إليه خلال قمة رباعية النورماندي تم انعقادها في ديسمبر من العام الماضي بمشاركة ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا لبحث تسوية النزاع في كييف والوصول إلى حل نهائي بين الطرفين المتنازعين. وأسفر النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ اندلاعه عام 2014 بعد بضعة أسابيع من ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.